عايز تبقى مبرمج جامد وتقبض بالدولار؟ مش محتاج تعرف 100 لغة، ركز على 5 مهارات هيفرقوا معاك جدا، والأخيرة أهمهم. رقم 1، افهم كويس الأساسيات زي الداتا ستراكشرز والالجوريثمز، وحل مسائل كتير. من غيرهم الكود بتاعك هيبقى عشوائي، ومع أي تحدي هتغرق. اتقن لغة برمجة واحدة جامد جدا، سواء بايثون ولا جافا أو حتى دارت. مش مهم تختار ايه، المهم تبقى فاهم كل تفاصيلها وقدرت تبني بيها مشاريع قبل كده. تالت نقطة، الاو بي، مش هتشتغل في شركة من غيرها، ودي اللي بتعلمك ازاي تنظم المشروع بتاعك وتكتب كلين كود. نظف بقى الكود بتاعك. رابع نقطة، ظبط السي في بتاعك، روق لينكد ان وخليك نشط عليه. ومهم جدا تعمل علاقات مع ناس في نفس تخصصك علشان لما يحتاجوا حد في شركاتهم يرشحوك. واهم نقطة بس بعد الفولو، البورتفوليو بتاعك. مفيش شركة هتشغلك وانت ما عندكش مشاريع جامدة. لازم تعرف تقنعهم فعلا انك قادر تحل مشاكلهم وتبني مشاريع كاملة توريها لهم. ولو عايز تبدأ من الصفر اكتب لي كومنت وهبعت لك الخلاصة.